الآن أيضا قصة من السودان، أقبل اثنان على الزواج دون الذهاب أو أخذ إذن الولي الشرعي، ربما استفادوا حتى من بقاء هذا التعديل في البرلمان قبل البت به. نتابع هذه القصة ونعود لمواصلة الحوار. بقناعة تامة بممارسة حقها في إبرام عقودها الشخصية، تولت عفاف عبد الرحمن البالغة من العمر 23 عاما تفاصيل عقد زواجها بعلي شرف الدين في خطوة وصفت قبل عام مضى بأنها تمثل خروجا عن المألوف في شأن عقود الزواج. في عقدي بالأصالة حسيت بالحرية، حسيت بأنه دي حياتي وأنا كده اتحكمت فيها، جيت وعملت حاجة لنفسي بنفسي، ما وكلت زول. وطبعا المرحلة بتاعت الزواج دي أهم مرحلة في حياة الإنسان. من هذا الحديث يقول علي إنه بات على قناعة بنجاح ما كان يدعو له الراحل حسن الترابي الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي بإعطاء المرأة حقها كاملا في المجتمع، على الرغم من التحديات التي تعيق ذلك من قبل البعض. كانوا بيحتجوا كيف هي تظل في وسط الرجال ولوحدها وليانا موجودين في العقد، لكن هي تولت ولايتها لوحدها مع وجود وليانا في العقد نفسه. مبدأ الرفض لإسقاط حق الولاية في شأن زواج المرأة تعزوه فتيات حسب تعبيرهن على أهمية دور ولي الأمر ورمزيته في الحفاظ على كرامة المرأة، وقبل ذلك مخاوفهن من تجاوز ما يصفنها بالمحاذير الدينية والاجتماعية. أنا كسودانية والله ما بحبذ الفكرة دي، ودي من نواحي دينية ومن نواحي اجتماعية واستمرارية الزواج لقدام. الحياة الزوجية هي ما حياة بتاعت لحظات فرح وبتنتهي، فيها مشاكل، في خلافات، في أبناء، فإذا أنت بتباشري زواجك بنفسك بعدين لمين بتلجئي؟ عبد الباقي العوض لبرنامج عين على الديمقراطية الخرطوم. أستاذ عبد الوهاب، بودي تعليق منك على هذه الحالة التي ذهبت إلى الزواج وسجلت الزواج بالمحاكم وبالطرق الرسمية والقانونية دون الحاجة إلى إذن وليها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. فأنا أستغرب من الذين ينالون بهذه الفكرة الخبيثة التي أدت وتؤدي إلى الانزلاق وإلى الفتن. فالمرأة أصلا لا تزوج نفسها، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن ما تعليقك على هذه الحالة التي رأيناها أستاذ عبد الوهاب؟ نحن بناخذ بالدليل ولا ناخذ بأقوال الرجال. هذه الحالة التي رأيناها من السودان ذهبت وسجلت الزواج، كيف تعلق عليها؟ هذه حالة شاذة. أنا أفتكر هذه حالة شاذة ناشزة، فأرجو من السلطات أن أولا القانون نفسه ما أجيز في البرلمان، فلذلك هي قدمت على هذا الفعل. فأنا أفتكر هذه هي زانية على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زواجها باطل. زواجها باطل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زواج إلا بولي. فأنا بقول فزواجها باطل بحكم الشرع. ثانيا، أولا الزواج الذي ينادون بحرية المرأة وحريتها، فحرية المرأة في دينها وفي عفافها وفي شرفها وفي أسرتها. ولكنك أستاذ عبد الوهاب الآن حكمت على هذه المرأة بأن زواجها باطل وأنها زانية، رغم أنها ذهبت إلى المحاكم المختصة وسجلت زواجها وبحضور شهود، لكنك مع هذا تقول أنه باطل.